إلى الولايات المتحدة دخل بالقسم حبة طالبا مبتعثا من قبل الحكومة الجزائرية في السبعينات. درس الإلكترونيك وتفوق وانضم إلى الشركة الأمريكية السباقة في إنجاز أول كمبيوتر مكتب وأول كمبيوتر محمول IBM. لا أدري كيف وصلتم إلى هذا المستوى وكيف كانت حياتكم أو كيف كان مشواركم منذ مغادرتكم الجزائر. في الحقيقة غادرت الجزائر في حوالي 1980 وكنت مبعوث بمنحة من الحكومة الجزائرية في ذاك الوقت، ودرست في جامعة ستانفورد في هنا مش بعيدة حوالي 10 كيلومترات على البيت. درت ماجستير في ذاك الوقت، ماجستير فيزياء، ومن بعد درت ماجستير في ماتيريال ساينس اند انجينيرينج، PhD في ماتيريال ساينس اند انجينيرينج، بتخصيص في الطاقة الشمسية. رحت على مخبر IBM يوركتاون هايتس في نيويورك، وهناك عملت لمدة 2 سنين. عملت باحث في، وكنت ذاك الوقت نبحث على تطبيق أشعة الليزر على reading heads. بعد 2 سنين من ذاك الوقت كان جاء الوقت لازم ندخل الجزائر لسبب أنه عندي الخدمة الوطنية. لما وصلنا الجزائر قال لك معفو، عفاونا، كنت محظوظ على الوصول. محظوظ. فحاولنا نعمل هناك، كانت صعبة باش الواحد يلقى عمل في الجزائر. أنا درست في جامعة بسكرة لمدة 3 شهور. بالضبط 3 شهور. استقلت ولا أقلت؟ استقلت أو أقلت؟ لا، استقلت بنفسي. المشكلة أنه أنا من نهار اللي دخلت في الاختراعات والأبحاث ولا ذاك، فولات لي حب فيها. ولما لقيت روحي ولاد بسكر ما كان حتى شيء، يعطيني طبشور ويقول لك روح ما فيش مخبر دير الدرس ورجع، روح للبيت وروح القهوة ضرب قهوة ورجع. اليابان يعتبر إلى حد ما عاصمة للتكنولوجيا، عاصمة للإلكترونيك أيضا من خلال المنافسة الشرسة مع الولايات المتحدة. كيف كانت تجربتك في هذا المجال الذي يعتبر تقريبا حكر على اليابانيين، أو من الصعب لأي أجنبي أن يدخل عالم الابتكار والاختراع في هذه المنطقة؟ رحت اليابان الحمد لله، يعني تجربة مشيت من ناحية العمل والاختراعات، يعني وتأقلمنا شوية بطريقة أخرى. لما رجعت لكاليفورنيا قررت ندخل في مع واحد الجماعة لسه بدأوا شركة صغيرة. واش اسمها الشركة؟ تسرع. هذاك الوقت كانت ستارت اب، كما يسموه ستارت اب، كنت قليلة، كنا 3 ولا 4 يعني. فحاليا تسرع راهي ضخمة، شركة ضخمة ومخبر كبير، يعني عنده حوالي 3000 اختراع. أعتقد لما دخلت في البورصة كنت أنت من الناس اللي كان لي الحظ بلي حضرت الفتح البورصة تاع الشركة. تاع الشركة. الآن فيما يتعلق بعملية الابتكار في حد ذاتها، كيف تتم؟ ما هي عملية الابتكار بالتحديد؟ الواحد يشوف أولا تشوف الحاجيات المجتمع اللي عايش فيه. أنا الدور تاعي يجوني باللي يقولوا فيه كان الاتجاه هذا اللي رايح له ولا هذاك الاتجاه، أنا ناخذ النظرة هذيك ونقول باش نلحقوا لهذاك النقطة، الهدف تلبية رغبة تشوف ذاك تبدأ ترجع تروح للوراء وتشوف وش هي المشكل الفيزيائي اللي ما يقدرش يخلينا نوصل هذيك السبب، فتبحث عن المشكل هذاك. يقال أنه لديك العديد أو المئات من الاختراعات، كيف تصنفها وكيف يمكن أن تحدثنا عن استخداماتها؟ إلى حد الآن عندي حوالي أكثر من 200 اختراع، والاختراعات مع لي زابليكاسيون أكثر من 500. من الأشياء اللي قمنا بها يعني الواحد هذه الاختراعات هذه كل ما يقدرش يكون واحد في الاختراع، ولكن درنا فريق نقطة كبيرة اللي سهلت للناس الآخرين باش يصغروا الهاتف. فيما يتعلق بإمكانية نقل التكنولوجيا إلى الجزائر وإلى الدول العربية ككل من هذا المكان إلى هناك، هل هناك عراقيل أم الأمور ميسرة والطريق مفتوح إلى كل من هو موجود هنا ويريد الذهاب إلى هناك؟ المشكل أنه اللي عندنا في المجتمع
عندنا مشكل نضج واستعداد. في الجزائر خاصة، ربما الدول العربية الكل عندها نفس المناخ، أنه مازلنا جماعة نتاع نجيب من الخارج ونستورد الجاهز، جيب شيء مصنوع جيبه للداخل بيعه لواحد آخر. فجي تتكلم مع جماعة تقول لهم في القانون الطاقة الشمسية نكون حنا أبدأ بها من أي إنسان. يعني من المفروض تتكلم مع ناس يقول لك لا مازالت ماهيش، مازالت غالية. صح يا أخي، وغالية معناها نستنى حتى الواحد يخدم عليها ويهبط لها السعر باش يعاود يجيبها لي ونستهلك. أعتقد أنه لديك مجموعة من النصائح للشباب هناك في الجزائر وفي المنطقة العربية ككل. ما هي هذه النصائح؟ أنا نقول الشباب هذو يمسكوا في الأفكار تاعهم. إذا عندك فكرة حاب تديرها رغم المشاكل هذه كل، عمرك ما تتخلى عليها. صح. عمرك ما تتخلى عليها.